السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في اتم صحة وراحة بال. كل سنة وانتم طيبين وبألف خير يا رب. بصوا، احنا خلاص بقى علقنا زينة في البيت وفرحنا والدنيا جميلة ومفيش اي حاجة خالص. فجأة كده ببص للمطبخ، قلت يعني انا هقف اعمل فطار واعمل سحور والمطبخ شكله زي اي يوم عادي؟ طب ايه بقى اللي يميز الشهر الكريم ده؟ فقلت خلاص انا هعمل كده شوية تظبيطات بسيطة فيه. وبعدين رحت قلت لنفسي اقعدي يا دينا، كده كده اصلا انتي اتاخرتي ورمضان خلاص بكره، فملوش لزوم بقى اللي انتي هتعمليه ده. وبعدين رحت قلت لا، انا مش هستسلم وهعمل حتى ولو افكار بسيطه خالص، المهم كده حاجه تفرحني كده وتبسطني وانا واقفه بعمل الاكل في المطبخ. المهم ببص حواليا عماله بقى افكر هعمل ايه. لقيت الاورديف ده، وكان عندي علبة كده كانت بتاعت بسكوت وحلويات، فشلتها بقى لحاجة زي كده. قلت خليها، انا بصراحة كنت ناوية اعمل بيها فكرة تانية خالص، بس لما لقيتها في وشي استوحتني كده فكرة في وقتها، فقلت خلاص هي دي صاحبة نصيبها، هي الفكرة دي مفيش غيرها. والرول بقى اللي انتوا عارفينه ده اللي هو رول الستيكر، كنت وريتهولكوا في الفيديو اللي فات، قلتلكوا ان انا عملت منه كوسترات، الكوستر الكبير وكوسترات صغيرة. ما كانش عندي كتير من الرول الستيكر ده، قلت هعمل بيه الاورديف، ولو اتفضل معايا يبقى خير وبركة هكمل بيه العلبة، ما اتفضلش خلاص مفيش مشكلة يعني، هبقى افتكست اي حاجة بيه وخلاص. المهم عملت الاورديف بيه، والزوايد كده بتاعته رحت جبتها كده بالقطر، اتخلعت معايا بمنتهى السهولة زي ما انتوا شفتوا كده. الفكرة سهلة وبسيطة مش محتاجة شرح كتير. العلبة دي بقى، بصوا انا عملتها ازاي. عملت الاربع تجناب الاول اللي بره، وقبل ما اعمل الاربع تجناب اللي جوه اخدت مقاس القاعده، قلت دي اهم بصراحه من الاربع اجناب، يعني الاربع اجناب دول اتعملوا ما اتعملوش مش مشكله خلاص، المهم ان هو يكفي معايا ان انا اعمل الارضيه بتاعه العلبه. عملتهم كلهم وسبحان الله جت كده على اخر جنبين ما كانش موجود خالص من الستيكر. فببص كده حواليا لقيت في بقى اللي هي القصاقيس اللي كانت طالعه من الشغل، رحت جمعتها. وعاوزه اقول لكم حطيتها في الاركان دي اللي بقول لكم عليها، وما كانتش باينه خالص ان هي قصاقيس، كانها بجد تبع الرول يعني. استخدمت لها الكريدت دي علشان اطلع الهواء اللي بيكون داخل جوه الستيكر ده، بيبقى شكله وحش خالص. فاعمليه كده، اسحبيه كده على بره، هتلاقي كل الفراغات اللي موجودة جوه طلعت. رونزا بنوتي الكبيرة بقى بتحب الحاجات دي جدا، فوقفت معايا هي اللي ساعدتني. فبصوا طول الفيديو بقى عماله تقول لكم تشاور لكم كده بايديها اللي هو اعملوا لايك يعني، فما تكسفوهاش بقى واعملوا لها لايك وسيبوا لها كومنت ليها هي مش ليا انا، قولوا لها تسلم ايدك يا روزي. ايه رايكم بقى؟ اتحولت 180 درجه. الصواني دي بقى لو اتحطت على الرخامه كده بتلم حاجات كتيره قوي، يعني مش بس بتدي منظر جمالي، لا دي هتشيل معاكي حاجات كتيره. بصوا كمان الكوسترات تحسوا ان هو طقم كده مع بعضه. والله يا جماعة احنا بنفرح بالحاجات البسيطة دي قوي. خدي بقى الفكرة ونفذيها على الرول الخيامية ده على اي شكل تاني انت حباه، ممكن تتعمل بلون ابيض، بلون اسود، اللون اللي هو الخشبي اللي طالع ترندي، تبقى ماشية معاكي بقى طول السنة مش رمضان بس. وبصوا برضو روزي هي صاحبة الفكرة اللي انا هقول لكم عليها دي، الحاجات المagnetic اللي احنا جبناها ولزقناها على التلاجة. هي اختارت منه واحد وقالت لي ايه رأيك يا ماما نحطها كده في نص العلبة ونلزقها، وحاجة كده تكون غير اللون الأحمر عشان نكسر بيها بقى اللون بتاع الخيامية. فهي اختارت عم شكشك ده ومكتوب عليه رمضان كريم، وحطيناها كده في الإطار بتاع العلبة في النص، بجد بقى شكلها حلو قوي. لزقناها بالشمع، وأول ما خلصت بصوا كأننا كده جايبينها من بره ومش احنا اللي عاملينها خالص. نيجي بقى لأهم لحظة بالنسبة لي، وهي الترتيب وتنسيق الحاجة على الرخامة. شلت كل بقى الحاجة اللي موجودة على الرخامة وغسلتها كده غسلة كويسة بالسبونج. بالمناسبة بقى لو هتعملوا فكرة الكرتون دي، طبعا هي هتبقى محطوطة على الرخامة فهتبقى متعرضة للمية، لو عايزين ترفعوها شوية عن الرخامة
ممكن تجيبوا خرز او اللي هو اللولي وتعملوه في الاربع اجناب كده من تحت العلبة، ويتلزق برضو بالشمع، هتبقى مرفوعة عن الرخامة، مش هتبقى في نفس المستوى بتاعها، فده هيحميها برضو من المية. بصوا انا حطيت السبت الخوص اللي انا كنت حطاه تاني، او الصينية الخوص، وحطيت بقى عليها الفانوس، وبرضو الطقم بتاع الهاند ميد برضو اللي انا كنت عاملاه، طقم التوزيع. والبرطمانات دي مش هتفضل فاضية كده، هنجهز دلوقتي فيها شوية حاجات هتسهل علينا الوقفة في الصيام او في رمضان عامة، لان برضو ممكن نستخدمها في السحور. وحطيت كده شمعة، وحطيت الفانوس الصغير ده والارديف وراهم. شفت بقى الرنر بقى حلو ازاي في الصينية. الرنر ده كان قماش عادي، وجبت له اللي هي الحاجات اللي بتتباع بالمتر دي، وديته يتعمل. بصوا بقى الناس كلها دلوقتي نايمة وصايمين، وانا الوحيدة اللي صاحية علشان اسجل لكم على الفيديو علشان ينزل في ميعاده. ففضلا منكم بقى اعملوا لايك على الفيديو واعملوا اشتراك، علشان كده تحسوا ان انا مش قادرة اتكلم خالص، معلش بقى اعذروني. كملت بقية تنسيقات الرخامة، وقلت بقى هجهز البرطمانات اللي قلتلكوا عليها. حطيت كده البندق على النار بس شوية، وبقيت كل شوية كده هز الطاسة علشان القشر يتفك منه وما يتحرقش معايا. وبرضو احتياطي وطي شوية درجة الحرارة علشان ما ياخدش لون معانا ويتحرق. انا بقشر قشرة البندق علشان يكون جاهز معايا الحلويات رمضان. البندق المقشر بيبقى حلو جدا مع البسبوسة، بيبقى حلو جدا مع الحلويات عامة. وباقي البرطمان بقى هحط اللوز والعين الجمل شوية كده علشان نسيته دلوقتي. المهم ده هيكون برطمان المكسرات ان شاء الله. هستخدمه بقى في الحلويات، هستخدمه في الاكلات، في الحادق هعمل مثلا منه رز بالخلطة، هستخدمه ان شاء الله في السحور مع الزبادي، فعاوزاه يكون قريب كده من ايدي. والبلح برضو هجهز منه شوية حلوين كده. بصوا بقى يا بنات، هقول لكم على حاجه مهمه قوي. لو عايزه تشيلي البلح نضيف مغسول يعني، اغسليه وحطيه في المصفى يتصفى كويس قوي من الميه اللي فيه، وبعد كده فصصيه. وقبل ما تشيليه لازم تكوني متاكده ان الميه اللي فيه نشفت تماما. ما ينفعش ابدا تعبيه في برطمانات او في علب او في اي حاجه وهو لسه فيه الميه. لو لسه موجود فيه الميه دي ممكن تبوظه. فتفادي بقى ان كده يحصل. يا اما تصفي المية كويس جدا وتستني المية ان هي تنشف خالص من على البلح، او يا اما ما تغسليهوش، يعني فصصيه وعبيه في البرطمان، ولما تيجي تستخدميه ابقي اغسلي بقى الشوية اللي انت هتستخدميهم. هنا بقى انا هقطع الخشاف. قطعت كده شوية من التين، وهقطع شوية من القراصية، وشوية من المشمشية، وشوية من الزبيب، وهحطهم كده كلهم مع بعض في برطمان. بصراحة يا بنات لما الحاجات دي كلها كده بتكون جاهزة عندي، بحس ان انا مش ورايا اي حاجة. يعني تاني يوم لما بصحى بحس بقى ان انا مش مضطرة هعمل بلح وهعمل عصير وهعمل اكل وهعمل صنف حلو. فبحس كده ان الدنيا زحمة كده حوالين مني في دماغي. فلا، لما بعمل كده بصراحة بحس ان الدنيا رايقة كده في دماغي واللي هو انا ببقى عارفة انا هعمل ايه، والموضوع بالنسبة لي سهل وبسيط. فالتجهيزات دي فعلا بتسهل علينا كتير قوي. ممكن بقى بعد الفطار في الروقان كده شطبي بقى المطبخ بتاعك وخلصي صلاتك كلها، واقعدي بقى تسلي في الحاجات دي كده. مش هتسهلي عليكي وقفة المطبخ تاني يوم بس، لا، الحاجات دي هتقعد معاكي على مدار ايام. جماعة بجد ما تتضايقوش من صوتي، يعني انا ببقى متعودة ان انا في الايام العادية وانا بسجل بيبقى جنب مني كده حاجة بشربها علشان لما صوتي يروح كده من كتر الكلام. فاهمين انتوا اللي بيحصل ايه؟ فلما بشرب الموضوع كده بيرجع احسن كده زي الاول. فدلوقتي بقى انا بسجل لكم وانا صايمة، فمعلش انا بقول لكم تاني اهو، اعذروني لو حسيت ان نبرة صوتي كده مش زي ما انتم ما متعودين بقى ان انا بيبقى صوتي قوي كده واقدر ان انا اتكلم، علشان يبقى واضح ليكم. ما هو بس اول كام يوم كده الواحد ياخد على الوضع، وان شاء الله الدنيا تظبط. جماعة انا فرحانة قوي بجد بالديكور الحلو ده. عاوزة اعرف رأيكم برضو انتوا كمان، سيبولي كومنت كده تحت قولولي بقى رأيكم. والحمد لله خلصت كده كل الكمية اللي موجودة معايا.
انا مش هجهز عصير النهارده ولا حلو ولا اي حاجه. النهارده انا معزومه يا جماعه. اول يوم بنقضيه عند حماتي، ربنا يخليها لنا يا رب ويديها الصحه. وتاني يوم بيبقى عند اهلي. فاول يومين دول هم دول اكتر يومين انا بكون مرتاحه فيهم من قصه الفطار. بنتسحر بس في البيت او ممكن كمان مش في البيت. الروتين ده كان قبل رمضان بيوم. نقيت بقى البلح الطري اللي انا كنت جايباه، علشان انا كنت جايبه نوعين. نوع كده ناشف شويه، هو تمر برضو، مش البلح اللي هو الناشف قوي. نوع كده ناشف شويه، والنوع ده اللي هو الطري قوي اللي هو مايل للعجوه كده. النوع الناشف فصصته معاكو وشلناه في البرطمان. النوع الطري ده بقى حبيت اعمل كده منه فكره حلوه. هشيل النوى منه وهحشيه لوز او عين جمل، وبعد كده هغلفه بالشوكولاته. الفكرة دي بتتعمل بأي نوع بلح، بس كل ما البلح يكون طري كل ما يكون أحسن في الوصفة دي. هعمل كده كمية حلوة. النهاردة زي أي بيت مصري أصيل محدش بيعمل أكل في اليوم ده، اليوم اللي هو قبل رمضان بيوم ده. بنقضيها كده أي حاجة. احنا لو طولنا أصلا يا جماعة ما نعملش غدا مش هنعمل غدا. هو احنا كلنا كده، كل المصريين معروف عليهم كده. يعني تقولوا ان اليوم ده مش محسوب مثلا من عمرنا ولا ايه، مش فاهمة. بس فعلا بتحسوا ان هو يعني عشان بقى فرحة رمضان ودخلة رمضان وكده. لا يا جماعة، احنا عاوزين نستعد لبكرة، ده يعني كأننا كده بنستعد لأول يوم رمضان. بصوا حشيت كده الكمية كلها، وروزي بصراحة كانت بتساعدني. حبيبة قلبي دي ربنا يخليها لي يا رب ويبارك لي فيها. دعوة حلوة كده يا بنات من قلبكم ليها، ربنا يبارك فيها هي واخواتها يا رب واشوفهم ذرية صالحة. المهم يا بنات، خلصت كل كمية البلح، ودلوقتي بقى انا بغلفها بالشوكولاتة، وهعمل لها كده جرنشة بسيطة كده، تزيين بسيط من الطرف يعني من عند اخر البلحة كده. هحط لها الفستق اللي هو الكداب اللي احنا كنا مجهزينه مع بعض في تجهيزات رمضان، يا اما هحط لها جوز هند. في بصوا نوعين هنا جوز هند معايا، نوع مش متحمص والنوع التاني ده متحمص. هو الفرق بس في اللون والطعم برضو، سبحان الله يعني كل حاجة برضو ليها طعمها. كان عندي الشبكة دي بتاعت الشواية الكهرباء، وحطيت بقى عليها الشوكولاتة علشان تتصفى كده براحتها ما يكونش فيها زوايد شوكولاتة. وطبعا اللي بينزل من الشوكولاتة ده بيتلم تاني، اللي هو بينزل في الصينية بيتلم تاني وبيتسيح برضو. نسيت اقول لكم ان انا سيحت الشوكولاتة في الميكروويف كل 30 ثانية، بطلعها واقلبها كده وادخلها تاني. ممكن برضو تتسيح على حمام مائي وتوطي كده النار عليها خالص. وبعد كده دخلتها بقى بالصينية على التلاجة تنشف كده كويس، علشان اقدر احطها في الورق ده عامل زي ورق الكب كيك كده بس صغير خالص، هو اصلا مخصص للشوكولاتات. فغلفنا كده انا ورونزا كل الكمية اللي احنا عملناها. هوزعها بقى في التمرية اللي هي حاطينها بره على البوفيه، والسكرية دي هنعملها تمرية، مشوها تمرية يا جماعة. السكرية دي برضو انا حطاها في المطبخ على صينية الخيامية اللي كنا لسه عاملينها. عملت لها تنسيقات بسيطة كده الصينية دي ولذيذة، هتشوفوها ان شاء الله في اخر الفيديو. وحطيت كمان شوية من البلح على عمو فنانيس اللي بره ده اللي احنا كنا حاطينه في الريسبشن، وكان ماسك حاجة كده زي صينية، حطيت له برضو شوية كده فيهم، وهغلفهم بالاستريتش راب. كمان دي بتنفعني جدا بقى وانا رايحة لحد مثلا زيارة، باخد له شوية من التمر بالشوكولاتة ده بيبقى حلو جدا، بتبقى هدية مختلفة كده ولذيذة. عملت بقى كمان الزبادي، قلت الحق اعملها كده علشان تلحق تدخل التلاجة وتسقع وتجمد كده في نفسها، علشان ان شاء الله هنتسحر بيها النهاردة، اللي هو سحور قبل رمضان بيوم. ده طبعا انتوا عارفين السحور ده بيبقى مميز كده عندنا، فان شاء الله هشارككم برضو تفاصيل السحور، وهشارككم برضو باقي الروتين، لان انا عملت حاجات كتيره قوي في يوم النهارده. بصراحه ما رضيتش احطها لكم في فيديو واحد علشان الفيديو ما يكونش معاكم طويل قوي، ويعني اللي حابب ان هو يشوفه هيقدر ان هو يتفرج عليه لو الفيديو اتقسم على 2. ففي ناس مش بيبقى عندها وقت كفاية ان هي تشوف المدة دي كلها في نفس التوقيت، علشان كده انا قسمته لكم على يومين. النهاردة ان شاء الله هينزل لكم جزء، والجزء التاني برضو، الجزء التاني ده بقى فيه شغل مش قادرة اقول لكم، تحفة جدا. استنوني بقى في الفيديو اللي هو بتاع بكرة ده، هتلاقوا كده روتين قوي ان شاء الله.
بحب بصراحة اعمل الزبادي في البيت، بيديني كده كام كوباية حلوين، وبحس كده ان انا عملت كده زبادي فاهمين بخير وكده، لان انا مش بشيل الوش بتاع اللبن. بحط كوباية الزبادي عليها كيلو من اللبن وبضربهم في الخلاط، طبعا اللبن يكون دافي كده شوية ما يكونش بارد، وبحطهم في الكوبايات، وبعد كده بحطهم في صينية. الصينية بيكون فيها مية دافية، بحطها شوية في الفرن يعني مثلا ساعتين كده 3، وبعد كده بقى بدخلهم التلاجة يكملوا التجميد وكله بقى بتاعهم. احلى زبادي. بصوا بقى، انا خلاص خلصت تنسيق الرخامة وخلصت كل حاجة انا عايزة اعملها النهاردة. قلت بقى هغسل التلاجة كده من بره غسلة كويسة، ومن جوه برضو. هو ده بقى الروتين اللي انا هشارككم ان شاء الله بيه بكرة، علشان احط كده الماجنتيك اللي احنا جايبينه، وايه تبقى كل حاجة كده عندنا في المطبخ خلاص خلصت. حطيت فرع النور ده اللي انتوا شايفينه، وحطيت الاسكار دي انا كنت عايزة احطها فوق الحنفية بتاعة المطبخ، بس اللزق اللي فيها مش شغال كويس، فقلت ان شاء الله بقى اجيب لها دبل فيس. شفتوا الصينيه بقى حطيت فيها ايه؟ دي بقى التنسيقات بتاعتها. المبخره دي كانت بره على البوفيه، لقيت شكلها مش لذيذ فدخلتها جوه في رعايه الله.